وبشر النفس فالبشرى مواعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مما يشرح الصدر ويزيل الهم والحزن وهو تحت مظلة لا تحزن العلم النافع هو جنة معجلة في الدنيا في صدور العلماء. يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وشرف الله أهل العلم وقدرهم ورفع منزلتهم وأثنى عليهم، وهم الذين يتعلمون العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم ويعلمونه للناس. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله يرفعهم بالعلم. بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني الجواب معروف، لا يستوون. فالعلم هو آفاق واسعة، يعني حتى أنه يزيل عنك الهموم والغموم، لأنه يطلعك على عوالم وعلى أسرار، وتشتغل أنت بهذه الجواهر العلمية، فلا تجد عندك فراغ حتى تذهب الوساوس. يقول ابن حزم في رسائله: لو لم يكن من العلم إلا أنه يزيل الوسواس لكفى به، لأن الذي لا يتعلم العلم تجد جالس وحده يفكر ويناظر في السقف ويتحرى هواجس الشيطان ووساوس إبليس، بينما العالم في كتبه يفكر، مرة يتدبر آية، مرة يخرج حديث، مرة يتأمل مسألة فقهية، مرة يتدبر يرد، مرة يؤلف، فهو مشغول بالعلم، مرة يتعبد ربه ويذكر مولاه سبحانه وتعالى. إذن أنا أدعو إلى العلم الشرعي، أدعوكم جميعا مع التخصصات التي أنتم فيها أجدتم فيها، بارك الله في أوقاتكم ووفقكم وزادكم نجاحا وفلاحا وصلاحا، لكن هناك علم نافع وهناك علم شرعي موصل إلى جنات النعيم، هو العلم الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي أتى به: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لأن بعض الناس يتعلم علم دنيوي لكن ما عنده علم هداية ومعرض عن الهداية، فالله وصف هذا العلم الذي عنده مثل ما يتعلم الفلسفة ومعرض عن الدين. من يتعلم الطب مثلا ولكنه مكذب للرسالة، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأجر طالب العلم، أجر المتعلم لا يعدله شيء، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تذهب تطلب مسألة، تطلب آية، تطلب حديث، تتفقه، تطلب فهمها، الله يدلك على طريق الجنة، لأن هذا طريق الجنة. فلا أشرف من العلم، وثمرة العلم سعادة، لأنك الأمور التي تكسبها من المال، الجاه، المنصب، هي أمور محسوسة ملموسة، قد لا تدخلك، يعني ليس عندها، يعني لا تجد لها ذائقة في قلبك، لا تجد لها شعور في نفسك. بينما العلم تجد انبساط وانشراح، حتى يقول بعض السلف أنه إذا كشفت لي مسألة عشت من السعادة، وجدت السعادة ما لو ملكت الدنيا لكانت قليلة في ذلك. فكم من لحظة أنس تمر بعالم عاش بسعادة الاطلاع على سر آية، أو على اكتشف معنى حديث، أو حل مسألة، أو وفقه الله لشرح إشكال، أو رد على شبهة، أو ألف كتابا نافعا، أو استفاد من سيرة. ولذلك شوف سبحان الله، تجد أن العالم جمعوا لك في الكتب، كأنك إذا كنت في مكتبتك، كأن العلماء والفلاسفة والخلفاء والملوك والشعراء والأدباء والأطباء والحكماء معك. الآن لو كان معك 1000 مجلد من سائر الفنون، كان جالس معك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كأن الصحابة معك، والتابعون: حسن البصري وسعيد المسيب، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، المتنبي، ابن رشد، الغزالي، ابن خلدون. هؤلاء كأنهم هم يحدثونك أصلا ومعك في مجلسك، وبدل ما تجلس مع أناس أحيانا فوضويين، وتجد عندهم من ضيع الوقت وقتل الزمن وقيل وقال والغيبة والنميمة، ولا تستفيد شيء. أكثر حديث الناس ترى اجترار، حديث مكرر، حديث مملول، حديث سامج، حديث بارد. يحدثون 25 مرة عن حوادث السيارات،
وعن الريح وعن البورصة وعن الأسهم وعن الأحداث التي مرت، وأنت تعرفها وتسمع أصلا في الأخبار وتقرأها، ومع ذلك يكررون عليك ويسألونك عن الأهل والعيال وكيف حالهم وكيف حال الأسرة، وبشرون عنكم وطمنون عنكم من هذا الحديث الممجوج الطويل السامج الذي لا نهاية له وليس له أول. بينما تجد العالم مع كتبه يستفيد آية، وتجلس أحيانا وإذا ابن عباس يفتيك فيها، وإذا مجاهد شيخ المفسرين يعلمك ما هي، وإذا ابن جرير يدلك على آثار في المسألة، وابن كثير يورد لك حديث تساند هذه الآية. ثم تأتي في علم الحديث وإذاك مع أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأهل السنن الأربع، وتقرأ عن هذا العالم وعن الزاهد وعبادته، وإذاك مع الملوك وتنظر الخلفاء وتنظر كيف تغيرت الدول وكيف تقوم الثورات، وهذا منكوب وهذا مصلوب وهذا مقتول وهذا محبوس، فتأخذ عبر وتتعظ وربما تبكي، وتجلس مع الأدباء وتقرأ لهم الشعراء، مرة يشجونك مرة يبكونك مرة يضحكونك. حتى في العلم يقول مع الكتاب، يقول المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، يعني ظهر فرس، وخير جليس في الزمان كتاب. خير جليس هذا الكتاب، أن تجلس معه، الكتاب أن تستفيد منه. وحتى أنه في الكتاب لهم يعني كلمات كثيرة الشعراء، منهم شوقي أمير الشعراء يقول: أنا من باع بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. الكتاب كما قال جاحظ لا يملك ولا يسئمك ولا يفشي سرك ولا يغتابك وليس بثقيل، تأخذ الكتاب متى ما أردت وترده كما تطويه يسكت، تفتحه يتحدث معك. هذا الكتاب ويقوم مقام الكتاب. وسائل التواصل هي تدخل في الكتاب، وسائل التواصل العصرية هي مثل الكتاب تماما، التويتر الفيسبوك اليوتيوب ومشتقاتها هي معك. فكأنه كتاب، خاصة أنك تفتح على ما ينفعك، لا تفتح على مواقع مشغلة ملهية مضيعة للعمر. ابحث عما ينفعك في دينك ودنياك من المناهج السديدة، من العلوم النافعة المفيدة، من المعارف الطيبة الربانية، ابحث عنها تجدها. لأن في هذا في الإنترنت كل ما فيها علوم الأنبياء وعلوم الشياطين، فيها علوم الأولياء وعلوم الأشقياء، فيها معارف الربانيين وكلمات الملحدين. فأنت حاول أن تختار، لأن الله قد ميزك: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأن تتبع أحسن ما تقرأ وأحسن ما تتابع، واتق الله فيما تكتب. هذا من العلم. إذا علقت أو كتبت تغريدة أو كتبت مقال فتذكر قوله سبحانه: تذكر ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. وطلب العلم ليس سهلا، لو كان سهل كان كل الناس علماء. ولهذا من أحسن الكلمات في فضل العلم بعد الأحاديث وبعد الآيات كما قال ابن عبد البر: كان أحسن كلمة قيلت بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي كلمة علي بن أبي طالب بن الحسن أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: قيمة كل امرئ ما يحسن. قيمة كل امرئ ما يحسن، فما أحسنه الإنسان هو قيمته. أنت تحسن العلم والفتية، قيمتك العلم والفتية. تحسن الأدب والقول الجميل، قيمتك. تحسن الشعر ونظم الشعر الراقي، قيمتك هذا الشعر. تحسن النجارة، قيمتك هذا ما تحسنه من نجارة. وفي العلم يقول: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس من أهله. الآن تجد بعض الجهلة يقول له عنده علم، بعض متوسط العلم يقول له علم كامل، فيدعيه هما لشرف العلم. ويكفي الجهل ذما وقبحا أن يتبرأ منه من ليس فيه. يتبرأ من الجهل من هو فيه الجهل أصلا. هو جاهل يقول: أنا جاهل، لست بجاهل. كيف تقولون جاهل؟ مع أنه جاهل مركب. الجاهل مركب هو الجاهل الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. خليل بن أحمد الفراهيدي له كلمة يقول: من الناس من يدري ويدري أنه يدري،
ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري، ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا خليل بن أحمد الفراهيدي، هذا عقلية هائلة مذهلة، وصاحب العروض واللغة طبعا، يعتبر يعني من رواد في العالم، مخترعين ومكتشفين، عقله كبير جدا. فنعود إلى مسألة العلم، وأفضل العلوم ما دلك على الله، وأفضل العلماء علماء الشريعة الرباني العاملين بها، لأن الرباني هو من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس، يدعى رباني. من تعلم العلم وعمل به وعلمه، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجعلوا العلم حتى يكون علم يعني مقبول، وحتى أنه يتسهل عليك العلم. ترى العلم وسائله كثيرة، إما أن تقرأ، إما أن تطلب عند شيخ، إما أن تسمع سماع. لا، يقول سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه 3 وسائل توصل لك العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هنا قال الهدى والعلم، العلم هدى والهدى علم، لكن فصل بينهما صلى الله عليه وسلم، لأن الهدى هو العمل الصالح، والعلم العلم النافع. لأن بعض الأمم عندها علم لكن ليس نافع، فهم مغضوب عليهم. كل من تعلم العلم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه. وبعض الأمم عنده عمل لكن ليس بصالح، لأنه ليس على السنة وليس على الجادة، وهذا يسمى ضالون. كل من عبد الله بجهل فهو ضال. ولذلك يقول أحد العلماء: إن من فسد من علمائنا في شبه بالمغضوب عليهم، ومن فسد من عبادنا في شبه بالضالين. فأمرنا في الصلاة في كل ركعة أن نقول في الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا إنه ينبغي علينا واجب شرعي أن نلتمس مراضي الله عز وجل بالعلم الذي نتعلمه، لأن بعض العلوم محرم، مثل علم السحر محرم. العلم الذي فيه ضرر على الناس أو يستخدمه صاحبه ضرر، حتى ولو كان علم الشريعة تستخدمه، نعوذ بالله، كان من إنسان تعلم القضاء ليأكل أموال الناس ويرتشي ويظلمهم، محرم وعلمه ضده. يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيه، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. حتى يقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول: تعلمون غيركم وأنتم جاهلون، تبصرون غيركم وأنتم في الضلالة، تنيرون لسواكم، تحترقون إنارة لغيركم وأنتم في الظلمة واقفون. الكلام جميل لكن الفعل قبيح. يعني بعضهم الآن يتولى القضاء ثم يرتشي ويظلم ويغش، بعضهم يدعو ويخالف، يقصد بدعوته أن يأخذ أموال الناس وأن يبتزهم وأن يدجل عليهم. بعض الناس يرقي رقية بالآيات لكن له مقصد أخرى وله منافع أخرى، لا يقصد شفاء الناس ولا نفع الناس، فعلمه وبال عليه وإثمه عليه والله يحاسبه. ولذلك بعض العلماء فاجر منحرف، حتى يقول سبحانه: عمن تعلم العلم ولم يعمل به ولم يستفد منه كمثل الحمار يحمل أسفارا. كمثل الحمار، انظر هذا المثل، يحمل أسفارا. تركب مجلدات على كتاب، مصنفات، تركب يعني مصنفات ومجلدات على حمار، ولو مشى 1000 ميل هو سوف تضع عنه الكتب ويبقى حمارا كما كان. قال سبحانه عن العالم المحرف المعرض المكذب: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله، هذا مثل قبيح، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بعض الناس نفوسهم نفوس كلاب، يتعلمون الحكمة ما تؤثر فيهم، لأن يقول صاحب كليل ودمنة: إن من يتعلم الحكمة ولا تؤثر فيه مثل حنظل، تسقيها ماء هي سوف تنبت وتكبر لكن حنظل، هي نفس المرارة، علقم، نفس الشوم الذي في الحنظل حنظل، الماء لا يزيدها إلا مرارة وقبحا. ومثل الذي يتعلم وينتفع بالعلم مثل النخلة، تسقيها فتنمو وتزدهر وتخضر وتطلع، ولكنها مفيدة ونافعة. وهذا الذي يتعلم العلم. والله سبحانه وتعالى ضرب مثل
بالعالم السوء بالكلب، لأن الكلب يقول أنك تدخله في الظل فيلهث ويمد لسانه، تخرجه إلى الشمس يلهث ويمد لسانه. فهذا عالم السوء يقول تعلم وهو سيء، وإن ذا كان جاهل فهو سيء، لا أثر فيه العلم ولا زاده العلم بصيرة، وحاله في الجهل كحاله في العلم، يعني سيان لم يغير فيه العلم شيء. فينبغي علينا أن نراعي هذه المسألة، مسألة أن الله سوف يسألنا عن العلم الذي تعلمناه، وسوف يسألنا ماذا عملنا به. وهذا الذي قسم الظهور العلماء، إذا تذكر الإنسان سوف يسأل عن علمه ماذا عمل به، هل عمل به، هل علمه الناس، هل دعا، هل نشر العلم، أم كتم العلم، أو زور في العلم، أو أدخل الدجل في العلم، أو كذب على الله في العلم، أو نحو ذلك. فالله سوف يحاسبه بهذا تماما وفاقا. إخوتي، أرجو أن يكون الإنسان عالي الهمة في مسألة العلم، حتى العلوم الدنيوية تظهرك على عظمة الله سبحانه وتعالى. وأنا أقرأ الكتب المترجمة لعلماء غربيين وشرقيين كيف أنهم وجدوا عظمة الله في الكون. وأنا ذكرت في لا تحزن إينشتاين يوم يقول أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه سبحانه حكيم لا يلعب بالنرد. والعلماء الكبار يزدادون خشية لله عز وجل لأنهم يكتشفون أسرار الكون، حتى كثير منهم أسلم لأنه لما اكتشف الإعجاز في خلق الله والحكمة في صنع هذا الكون، أدرك أن وراء هذا الكون إلها وخالقا وربا ومصرفا ومدبرا، فأسلم. فينبغي أن نستفيد من خبرات القوم. مثل الإعجاز العلمي أمره عجيب، وأن تقرأ بديع صنع الله وإعجازه في عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم البحار، عالم المحيطات، عالم النبات، عالم الكواكب، عالم الفضاء عموما. تجد أعاجيب. وأنت تتابع مثلا بعض البرامج الوثائقية وما يعرضه العلم تصاب بالدهشة، ثم تقرنه بالقرآن فيزيد إيمانك إيمان. لذلك أمرنا سبحانه نتدبر وأن نتفكر. قل سيروا في الأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فينبغي عليك أنك تتدبر وأنك تتفكر لأن كل شيء يدلك على الله سبحانه وتعالى. الشجرة التي أمامك إذا دخلت الحديقة انظر سبحان الله، في بعض الحدائق أكثر من 10 ألوان، ما بين أبيض وأخضر وأصفر وألوان متعددة، من كل زوج بهيج، حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، أين هم مع الله؟ لا إله إلا الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أما أوحى إليك العلم بالبحر والعلم بالبرق والعلم بالرعد والعلم بالسماء وبالماء وبالظلماء وبالهواء؟ أما دلك الجبل على مرسيه؟ أما دلتك الكواكب على مكوكبها؟ أما دعتك النجوم إلى عبادة من ركبها ومن جملها؟ أما دلتك الشمس على عظمة من خلقها وزينها؟ أما ناداك القمر إلى عبادة وتوحيد من رفعه وبهاه وجمله؟ تبارك الله رب العالمين. والنخل باسقات لها طلع نضيد. فكل شيء لا تجد إلا عظمة الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ هل أحد في العالم خلق الجبال، خلق المحيطات، خلق البحار، خلق الحدائق الغناء، خلق البساتين الفيحاء؟ ولذلك من يسافر يجد عظمة الله. العلم هذا الكون قصدي مفتوح أمامه، كتاب اقرأ فيه أحرف القدرة وجمل الوحدانية والصمدانية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. فأعود إلى مسألة من باب آداب العلم. يقول أهل العلم إن من يطلب العلم عليه بأمور حتى يكون علمه نافعا مفيدا. الإخلاص لوجه الله، فلا يريد بعلمه إلا وجه الله، خاصة العلم الشرعي الذي يدل على الله، لأن العلم الشرعي طلبه عبادة وتعليمه عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه
إلا أن يصيب به غرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك. فأن يكون تتعلم لوجه الله خالصا، لا تعلم ليكون غرض لك تتوصل به، يكون شبكة ومصيدة تأخذ به الدنيا فقط وتترك العمل به. الثاني الجد والمثابرة في طلب العلم، لأن العلم ترى ما في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير: العلم لا يحصل ولا يؤتى براحة الجسم. يعني طلب مستحيل الإنسان أنه يعني يطلب العلم ويحفظ ويكون مؤلف ويطلع بالراحة وباللهو وبجلسات السمر ومتابعة القنوات والفضائيات والمواقع. هذا مو صحيح. العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مواصلة، ويحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى مناقشة وإلى مساءلة حتى يثبت عندك وتتعمق فيه وينمو ويبارك الله لك فيه. ومنها في مسألة العلم أو أنك تصبر على اللأوافي وعلى الشدة، لأنه في شدائد في طلب العلم. حتى كألف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، لأن العلم أحيانا شاق، يشق عليك الحفظ، يشق عليك النظر، الكتاب، فاصبر واحرص، لأن بالصبر تنال إن شاء الله. ومن أنك تعمل به، فإذا تعلمت آية وحديث من العمليات تعمل. تعلمت المواظبة على يعني حكم الصلاة، تصلي في جماعة. تعلمت مثلا الحلم، فعليك أن تقيد نفسك وتحاول تكبت جموحك وغضبك وحدتك وتتقيد بالدين حسب الطاقة. تعلمت أن الكذب حرام، حاول أن تتوب وأن تقلع عن هذه المذمة وأن تصدق في القول. تعلمت بر الوالدين، طبق ما تعلمت، أرنا العلم النافع الذي حملته. ومنها أن تبلغه في الناس، تبلغ العلم الذي تعلمته. قال سبحانه وتعالى: قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. وقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا هو التعليم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. تسمع الحكمة، تسمع الآية والحديث، تفهمها، تعمل بها، تبلغ الناس، شيء رباني. هذا هو الربانية. الربانية هي أعلى كرسي في الدنيا في الشرف والفخر والريادة العلمية، وهي لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الإمامة في الدين. وكذا وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن أولياء في الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما. فمن تعلم العلم النافع وعمل به وعلمه الناس صار إماما ربانيا وصار رائدا فيه، ونوصل إلى كرسي الريادة الذي لا أرفع منه. لأنه لا أرفع. الآن ابن حزم في كتاب طبقات الحقائق أو أولي الحقائق طبقاتهم ومراتبهم، جعل المرتبة الأولى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الصحيح. والثاني العلماء الربانيون العاملون، وهذا الصحيح، هم 10 طبقات. وجعل بعدهم الحاكم العادل، ثم المنفق، ثم المجاهد، وهكذا. لكن يوم تجد هذا أنه بعد الأنبياء مباشرة العلماء العاملون بعلمهم الذين يتقون الله ويخشونه ويعلمون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم مباشرة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهم أتباع الرسل، وهم الذين ينفون جهل الجاهلين ويمنعون تحريف المحرفين وغلو الغالين في الدين. فهم أهل الاعتدال، وهم أهل الوسطية، وهم أهل الهدى، وهم أهل الرشاد، وهم الرحماء في الناس، وهم الرفقاء بهم، وهم أهل السداد والرشاد، وهم المصابيح التي يستدل بها ويستضاء بها، وهم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهم العدول والشهداء، وهم خير طوائف الأمة متى ما عملوا وعلموا. ولذلك أدعو إخواني طلبة العلم أن ينفقوا من العلم الذي عندهم، لأن بعض الناس يحصل على درجات علمية كالدكتوراه في الشريعة، ماجستير، ثم يجمد هذه الرسالة، لا يعظ، لا يخطب، لا يدرس، لا يعلم. هذا صار علم وبال عليه. ألا يسأله الله: كيف ما تنفق من علمك؟ لماذا تعلمت؟
هو العلم الوظيفة. حتى بعضهم يدرس في الجامعة براتب طبعا، ويدرس في المدرسة براتب، فإذا انتهى وتقاعد ما يقول كلمة ولا يدرس ولا يعلم ولا يرشد. طيب هل العلم لأجل الراتب أجل؟ لما انتهى الراتب انتهى كل شيء. هل في العلم تقاعد؟ هل هناك إجازة؟ هل هناك تقاعد المعاش لطلبة العلم والدعاة؟ أم ينبغي أن يبذل ويعلم حتى يموت، لأنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الواجب الشرعي. أدعو إلى نهضة وتوعية ونشر للعلم، ولو تعلم واحدا تعلم كبيرا صغيرا في ميزان حسناتك عند الله حسب الطاقة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. عدت يا عيد فنحن في مسمع